متابعي قناة إسلام المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الأكتروس MP4. هنكمل كلامنا في المحرك. هنتكلم بالأخص عن الكترونيك سيستم أو الحساسات الموجودة في المحرك بتاعي أو المكنة بتاعتي. طبعا زي ما احنا عارفين الحساسات دي بالنسبة للمحرك أو بالنسبة لكنترول المحرك اللي هو في حالة ال MP4 المسمى بتاعه MCM، تعتبر هي عيون الكنترول داخل المكنة. يعني دي يعتبر ايه اللي هي بتنقله كل حاجة داخل المكنة وبتعرفه بيها، وبناء عليها هو بيعمل مانجمنت او بيعمل ادارة على المحرك بتاعي. يعني هو عشان يفتح الرشاشات او الرشاشات تعمل حقن او نظام AGR او ترمبة التبريد او المروحة سرعة المروحة، كل الكلام ده بيتم من خلال ان هو بيجيله اشارات من العيون بتاعته داخل المحرك او المكنه اللي هي الحساسات اللي هي السنسورز. بناء عليها هو بيدي الرياكشن او الخطوه التانية اللي هي ان هو يشغل او يبطل حاجه معينه في المحرك بتاعي. فكلامنا النهارده عن الحساسات، نكمل مع بعض ان شاء الله الفيديو بعد الفاصل. اول حساس معانا النهارده اللي هو حساس الكرانك شافت او حساس الكرنك، بيكون موجود في الجانب الشمال. طبعا الرمز بتاعه بيكون B600 عشان لو شفته في اي عطله ولا اي حاجه اعرف ان B600 دي معناها حساس الكرنك. بيكون موجود في الجنب الشمال هنا في اسفل الزهره بتاعه المحرك او وش التقسيمه. طبعا بياخد الاشاره بتاعته من الفلام ويديها يغذي الاشاره دي او يبعت اشاره لكنترول المحرك عشان ينقل له سرعه دوران عمود الكرنك بتاعي. دي وظيفه حساس الكرنك. بعده على طول حاجه اسمها حساس الكامه، من اهم الحساسات الموجوده عندي في المحرك. طبعا المكنه اللي احنا شغالين عليها يا جماعه 471 عشان 936 في بعض الاختلافات منها وبين ال 471 هنتكلم عنها ان شاء الله فيديو منفصل في الايام الجايه. 471 الكام شافت بوزيشن سنسور اللي هو حساس الكامه، بيكون موجود في الجانب الشمال برده فوق كده في وش السلندر بعد الريل بتاعتي او بعد المسطره دي، المسطره بتاعتي، وبيكون موجود في الجنب ده. تمام. في اعلى وش السلندر بتاعي، تمام، عند اخر سلندر عند سلندر رقم 6. تمام. ده حساس الكامة. عندنا حاجة اسمها حساس تشارج اير بريشر اند تمبريتشر سنسور. ده حساس بيقرا ضغط ودرجة حرارة الهواء اللي هو جاي من التربو. تمام. طبعا من بعد مش التربو، جاي من بعد الانتر كولر. تمام. بيبقى داخل على غرفة الحريق بتاعتي او المانيفولد بتاعي، فاسمه B608 او الشارج اير بريشر اند تمبريتشر سنسور. طبعا احنا قلنا ان هو بيبعت الاشاره للكنترول، بيقول له درجه حراره الهواء اللي داخل غرفه الحريق والضغط بتاعه كذا، وبناء عليه كنترول بيدي اشاره ان هو يحقن كميه جاز قد ايه مناسبه لكميه الهواء اللي داخل عندي غرفه الحريق. عندنا حاجه تانية برضو حساس اسمه انجن اويل فيل ليفل سنسور او الاويل ليفل سنسور. ده حساس بيقرا مستوى الزيت في الكارتيره بتاعتي او المحرك، طبعا عشان يقدر ينبه الكنترول اذا كان كميه الزيت دي كافيه لعمليه التزييت او قليله، فبيدي الارم عندي عشان السائق او الاوبريتور يبتدي يزود كميه تانية. تمام. موجود طبعا مكانه في هنا الكارتيره بتاعتي في الجانب اليمين من العربيه المحرك بتاعي او المكنه. طبعا ده وش العربيه الناحيه دي، وده اخر العربيه الجنب التاني، وهنا ده تحت كده في الجانب اليمين بيكون موجود حساس الكارتيرا او حساس الاويل ليفل سنسور. عندنا حساس ضغط الزيت او الاويل بريشر سنسور 604 B604 بيكون موجود تحت ترمبه الميه. دي الطنبوره بتاعه ترمبه الميه او البولي بتاعتها، وهنا حساس ضغط الزيت بيكون موجود في الحته دي في الجانب الشمال. تمام. عندنا حاجه تانية اسمها حساس الفول بريشر سنسور، بس الفول بريشر سنسور في اللو بريشر سيركت. تمام. يعني ايه؟ حساس بيقرا ضغط الجاز في ضغط الدايره في دايره الضغط المنخفض. تمام. يعني في دايره ضغط منخفض في الجاز وفي دايره ضغط عالي. الضغط العالي اللي هو عند الريل وعند المسطره بتوصل 1400 1800 و2000 بار. هنا بتبقى رقت في تقريبا 9 بار في 12 بار حاجه زي كده الصغيره. فبيبقى موجود عند فلتر الجاز بيديني ضغط الجاز او بيسموه فول فلتر موديول بريشر سنسور B638 موجود في الجانب الشمال من المكنه عند فلتر الجاز، عند مجموعه فلاتر الجاز بيكون في المنطقه دي. تمام. في حاجه تانية اسمها حساس درجه حراره الجاز. اللي قبل كده كان ضغط الجاز، ده درجه حراره الجاز. تمام. فول تمبريتشر سنسور بيبقى 602 موجود برضو تحت فلتر الجاز. التاني موجود في الجنب وده تحت فلتر الجاز في الجانب الشمال برضو من المكنه.
ده حساس حاجه اسمها انتيك كولنت تمبريتشر سنسور. طبعا في الموديلات اللي قبل كده والمكن القديم اللي احنا عارفينه حاجه اسمها كولنت تمبريتشر سنسور او حساس درجه حراره الميه. لا، هنا في عندنا حساسين للميه، مش حساس واحد بس. حساس بيقرا درجه حراره الميه اللي جايه من الرادياتور او الرادياتير بتاعي، وحساس بيقرا درجه حراره الميه اللي طالعه من المكنه رايحه تتبرد. تمام. فده مين فيهم؟ ده حساس الانتيك، ده اللي هو جاي حساس سائل التبريد، حساس الميه اللي جاي من الرادياتير درجه حرارتها قد ايه. وفي حساس ده موجود في الجانب الشمال هنا تحت ترمبة المية. تمام. اندر كولنت بامب، الرمز بتاعه 607. الحساس التاني بقى اللي هو بيقرا درجة حرارة الاكزهوست، يعني الخارج اللي طالع من المكنة رايح يتبرد في الرادياتير، حاجة اسمها بي 606، موجود فين؟ في الجنب هنا في الحتة دي. تمام. برضو في وش العربية بتاعتي في المنطقة دي بالظبط. تمام. in front side of the coolant manifold. تمام. رايت سايد في الجانب اليمين بين وش السلندر وبين وصلة الاي جي ار كولر. تمام. الاي جي ار كولر احنا قلنا عليه بتاع اللي هو مبرد بتاع غازات العادم. تمام. ده 606. في عندنا حساس تاني مهم اللي هو الريل بريشر سنسور. تمام. ده اللي هو بيقرا ضغط داخل المسطرة. دي المسطرة بتاعتي او الريل اللي فيها الجاز المضغوط، طبعا بيوصل زي ما احنا قلنا 1800 و 2000 بار. الرمز بتاعها 622، موجود في الجانب الشمال من العربية. تمام. ده عندنا حساس تشارج تمبريتشر سنسور ب 617، بيقرا درجة حرارة الهواء في المانيفول بتاعي. بكود هنا بيكون موجود في المنطقة دي 617 فوق فلاتر الجاز في الجانب الشمال. تمام. في عندنا حساس تاني حاجة اسمها اي جي ار ديفرنشال بريشر سنسور، موجود في قدام كده في وش العربية. طبعا ده وش السلندر وده غطا التكيهات. ده هنا بيكون في المنطقه دي في وش العربيه، ودي مروحه التبريد، بيكون في المكان ده بالظبط 621. ده يخص نظام الاي جي ار، وطبعا ده بيغذي المحرك باشارات الضغط داخل مجموعه النظام الاي جي ار، وبيحدد كميه بناء عليه بكنترول بيحدد كميه الهواء اللي جاي من العادم عشان يتبرد ويدخل تاني على غرفه الحريق. طبعا دي قصه تانية هنتكلم عنها ان شاء الله فيديو منفصل. ده حاجه اسمها 611 حساس فلتر الهواء. طبعا ده مش بيقرا بقى الهواء نضيف ولا لا، بيقرا درجه حراره الهواء بيقرا درجه حراره الهواء عند فلتر الهواء. طبعا مكانه بيكون بين فلتر الهواء وبين التربو. تمام. ده حساس التربو، بس مش بيقرا الضغط، برضو بيقرا سرعه التربو. طبعا ده حساس جديد ما كانش موجود في الموديلات اللي قبل كده. حاجه اسمها تيربن ويل ار بي ام سنسور ب 610، بيكون موجود في الحته دي في النص بالظبط في التربو، عشان بيبقى على العمود يقرا سرعه العمود بتاع التربو. طبعا ده الشكل بتاعه بيكون في المكان ده بالظبط، بيكون هنا في الحته دي. تمام. ده التربو بتاعي، وده الجنب اليمين بتاع العربيه بتاعتي. عندنا طبعا دي واحده اسمها حاجه اسمها ايه ديزل فيول ميترنج ديفايس. ديزل فيول ميترنج ديفايس بيبقى موجوده في الجنب ده اخر المكنه هنا في الجنب الشمال، وكل الحاجات دي مرتبطه بيها المواسير دي، والوحده دي خاصه بيها. دي طبعا بتتحكم في كميه الجاز اللي رايحه لحاجه اسمها دي بي اف ريجنريشن. احنا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده ان هو دي بي اف ده اللي هو فلتر البيئه او علبه البيئه، بيتعمل لها تجديد على فترات، يا اما انا بعمله بنفسي يا اما بيعمل اوتوماتيك ريجنريشن، العربيه بتعمل تجديد آلي او اوتوماتيكي. فده الوحده دي المسؤوله عن الكلام ده، اللي هي بتحدد كميه الجاز اللي بحقنه في العادم عشان يحرق الرواسب الموجوده في الدي بي اف. دي الرشاشات بتاعتنا. طبعا دي وش العربيه الجانب ده، وش العربيه الناحيه دي، ودي اخر العربيه. ده الجنب الشمال اللي هو فيه فلاتر الجاز، ده فلتر الزيت وفلاتر الجاز ورا. وطبعا الترتيب الرشاشات بيبقى من قدام لورا كده 608 9 10 11 12 13. المكنه بتاعتنا 6 سلندر لاين. تمام. وظيفتها طبعا بتعمل حقن للجاز داخل غرفه الحريق بالكميه اللي بيحددها كنترول المحرك. مكانه بيكون موجود بين صبابات العادم اللي هي الجنب ده وصبابات الهواء اللي هي الجانب الاخر. تمام. بيتحدد طبعا كنترول بيحدد كميه الحقن او الجاز، وبيحدد برضو الوقت والتوقيت. يعني الوقت ده هياخد وقت قد ايه في عمليه الحقن، وتوقيت حقن الجاز، كل ده بيحدده كنترول المحرك. عندنا برضو حاجه مهمه في المحرك، هي مش حساس لكن هي سويتش بوتون او حاجه اسمها ستارت اند ستوب بوتون، بيكون موجود في الجانب الشمال هنا عند فلتر الجاز اللي هو الكبير ده. ده من خلاله ممكن ادور المحرك بتاعي او ابطله من الزرار ده، زي ما كان موجود في الموديلات القديمه، بس كان موجود في الجانب اليمين، هنا موجود في الجانب الشمال. يعتبر يعني كده اغلب الالكترونيات او الحساسات الموجوده على المحرك بتاعي 471 في المكنه الخاصه بالاكتروس ام بي 4 او